خواتاتي الكازاويات والعيالات فيما كنتو. قصة اليوم كتشوك الراس. واحد الراجل بدينيتو جاب صاحبو الروح بالروح للدار باش يوقف معاه في شدة، ما عرفش باللي كيجيب الأفعال وسط فراشو. الزوجة طاحت فخ طريق الليل واللدة المزيفة سدات ليها عينيها، ولكن ملي تفرقعت الرمانة الندم كان غالي بزاف. بقاو معايا تا الاخر حيت العبرة اليوم غتبكي الحجر. يا خواتاتي، حميد وسعاد يا لالا على زوج، كل واحد فيهم كان كيشوف في عيون صاحبه الدنيا وما فيها. عايشين في كازا في حي شعبي، دارهم صغيرة ولكن عامرة بالهنا. 7 سنين ديال الزواج مرت بحال النسمة الباردة في صهد الصيف، ما سمعوا فيهم غير كلمة طيبة وضحكة من القلب. حميد كان خدام في واحد الشركة صغيرة ديال لا كونطابيليتي، وسعاد كانت خياطة في دارها كتجمع باش تعاون راجلها. مصطفى صاحبه الروح بالروح ديال حميد، الصداقة ديالهم ماشي ديال اليوم ولا البارح، ديال الطفولة والمدرسة والحي، ما كاينش شي سر بيناتهم. داكشي علاش فاش طاح مصطفى في الأزمة والديون كتلوي عليه، حميد ما ترددش تانية. مصطفى صاحبي، داري هي دارك حتى يفرج ربي، هادشي اللي قال حميد. سعاد قمت الناس كتعرف معنى الأصول والقيمة ديال الصداقة، رحبت بمصطفى بحرارة، حطات ليه فراش نقي وجدت ليه الماكلة. كانت كتعتبره بحال خوها الكبير اللي ما جابوش ليها الوقت، كتدوي معاه بالاحترام وكتسول على أحواله، وكتقول ليه شوف مصطفى ما تحشمش، هاد الدار ديالكم. أيام دازت، الأسابيع تبعتها. مصطفى كان كيحاول يلقى خدمة ولكن ما كانش الحظ في صفه. مع الوقت سعاد ولات كتقضي شغلها في دارها ومصطفى جالس. حميد كيخرج الصباح بكري ويرجع في الليل عيان. هنا بدات اللعبة الخبيثة. سعاد كانت كتعامل معاه ببراءة، ولكن مصطفى كان عنده عينين خماج. بدات النظرات ديالو كتزلق. في البداية كانت نظرة وحدة خفيفة ملي تكون مدورة ليه بالظهر وهي كتشطب، عاد بدات كطوال. فاش كتقدم ليه القهوة كيبقى يشوف صبعانها، فاش كتجلس تدوي معاه على شي حاجة عادية بحال اش هاد التلفازة اللي كديرها الحكومة، كينسى الكلام وكيتبت النظرة في عيونها بواحد الطريقة خلات سعاد تحس بالحرارة. سعاد كانت كتحس بشي حاجة ماشي هي هاديك، شي برودة كتضربها في ظهرها، ولكن كتقول لا مصطفى راه خونا صاحبو ديال راجلي، يمكن غير انا اللي مريضة. ولكن النظرات ديالو ولات وقحة اكتر. واحد النهار دخلت الكوزينة ولقاتو واقف على الباب، وجهه قريب وقال ليها بصوت مبحوح: الله يرحم الوالدين سعاد، ديما كتهلاي فيا كأنني وليت معول عليك في كل شيء. ديك اللحظة سعاد حشمات وتخلعات، قالت لي غا واجبة مصطفى، ودارت باش تكمل شغلها. لكن مصطفى ما تحركش، بقات عينيه كتاكلها حتى حسات بقلبها كيضرب بالجهد. حميد مسكين كان أعمى، كان كيشوف صاحبه كيتعشى ويضحك في دارو وكيفكر غير ربي شاهد على نيتي الصافية. ما كانش كيعرف باللي داك الضحك ديال مصطفى كان ضحكة ديال الشيطان، وباللي الأمانة ديالو بدات كتحفر القبر ديالها بلا ما يشعر. يا خواتاتي، شحال صعيبة تكون النية ديالك صالحة وكتعطيها لمن لا يستحق. فاش كيبدا الشر كيدخل كيجي على مهل، بحال النملة اللي كتنقب في الحيط حتى كيطيح. حميد مسكين معاه الحق، الخدمة ولات كتطلب منه السفر بزاف، مرة لمراكش مرة لطنجة، السفر ديال 2 و 3 أيام وكيرجع عيام. كان كيقول لسعاد مصطفى راه كاين، هو راجل الدار في غيابي، قضي معاه الحاجة اللي خاصك. كان كيشوفها شرف ليه باش صاحبه يوقف معاه، وما عرفش باللي راه كيهدم دارو بيدو. الفراغ يا العيالات هو مسمار الشيطان. فاش حميد كيمشي الدار كتولي خاوية وباردة. سعاد كتلقى راسها بوحدها مع مصطفى اللي بدا كيتصرف بجرأة أكتر، ما بقاش كيخبي النظارات ديالو ولا كيقلب على فرص باش يدوي معاها بوحدها. بدا كيخدم الهضرة الزوينة، الكلام المعسول اللي كيخلي القلب يدوب. والله سعاد كون كنتي مراتي ما نخليكش تقربي الماكينة ديال الخياطة. الراجل خاصو يهز الحمل كامل، ماشي يخلي مرتو كتعاونو وهي مسكينة كتعيا. هاد الهضرة بحال الموس كيدخل القلب سعاد. حميد كان عزيز عليها، ولكن كان ديما مشغول وناسي حتى يسولها كيف دوزتي نهارك.
مصطفى كان كيجيب ليها شلاض الحوايج الصغيرة اللي ما كتشريهاش ليها حميد، وردة وحدة، حبة حلوة من الزنقة، شي حاجة اللي كتبين الاهتمام. واش خاصك شي حاجة للدار؟ واش فطرتي مزيان اليوم؟ سعاد اللي كانت بنت الناس ومحترمة بدات كتنسى راسها، كانت محتاجة ديك الهضرة اللي كتحسسها بأنها موجودة ومهمة. حتى لواحد النهار كان حميد مسافر ل3 أيام، كان الظلام طاح ومصطفى كان جالس في الصالة كيتفرج. سعاد كانت دايزة قدامه باش تمشي للغرفة ديالها، ناداها بصوت واطي: سعاد ممكن دقيقة؟ قلب سعاد بدا كيضرب بالجهد، عرفات علاش غادي يدوي، ولكن رجليها ما خلوهاش تمشي. بدات الهضرة منين بدات من الهموم ديال الدنيا، حتى العينيه اللي كيشوفوا فيها بحب خايب. مسي يدها بحركة خفيفة وهي ما سحباتهاش، ديك اللمسة بحال شرارة شعلات العافية في قلب سعاد. طريق الليل يا اخواتي كتجي في لحظة ضعف، ديك اللذة المزيفة، ديك الحنان اللي لقاته في مصطفى في ذاك الوقت سد ليها عينيها على كل شي. الخيانة دخلت لدارهم وغرست سنين ديالها في ذاك العش الهاني. كل صباح فاش كتفيق سعاد أول حاجة كتشوفها هي الصورة ديال حميد معلقة على الحيط وهو مبتاسم. قلبها كيتقطع بالندم، كتحس بالخزي والعار كيغسلها. كتفكر في نية حميد وكيفاش وثق فيهم بجوج. واش أنا وليت وحش؟ كتسول راسها. كتمشي كتصلي، ولكن كتحس باللي الصلاة ما كتتقبلش حيث الذنب ديالها كبير بزاف. ولكن من اللي كيجي الليل والدار كتخوى، مصطفى كيعرف كيفاش ينسيها في كل شي. ديك اللذة بالرغم من مرارتها ولات أقوى من إرادتها، ولات بحال شي إدمان خايب ما قادرة تهرب منه. كل نهار كتدخل فيه في الخيانة، كل نهار كتحفر القبر ديالها وديال زواجها بعمق أكثر. حميد جاي ومعرفش باللي الضحكة اللي غيستقبل بيها مراته وصاحبه غتكون آخر ضحكة ليه قبل ما يطيح عليه الجمر. وجا النهار اللي غتفردع فيه الرمانة، والنهار اللي غتولي فيه شمس الستر ظلام دامس. حميد كان في مراكش وكان مفروض يبقى تم سيمانة كاملة، ولكن الخدمة قضات بكري وبغى يدير مفاجأة لسعاد ويرجع للدار يرتاح بيناتهم. وصل لكازا في 3 الليل، المدينة ناعسة والهدوء كيغطي الزناقي. حل باب الدار بشوية، حيد صباطه ودخل بقلب فرحان كيتخيل سعاد غطير بالفرجة من اللي تشوفه. لكن بمجرد ما قرب لغرفتهم سمع همس وصوت ضحكات خافية، صوت راجل وصوت مرة. الدنيا دارت بيه والدم جمد في عروقه. دفع الباب بجهد وشاف المنظر اللي كيهدم الجبال. صاحبه الروح بالروح مصطفى في فراشه، ومع شكون؟ مع سعاد رفيقة عمره وأمانة ربي في داره. الصدمة كانت أقوى من أي كمال. حميد بقى واقف بحال الصنم، عينيه خارجين وقلبه كيضرب ضربات الموت. سعاد غوتت غوتة وحدة، غطت وجهها باللحاف وهي كترعد، ومصطفى قفز بحال الفار اللي وحل في المصيدة. الانهيار كان كلي، حميد ما قدرش يدوي، الدموع نزلوا حارين كيحرقوا وجهه. مصطفى صاحبي خويا، نطقها بصوت مقطع كأن الروح كتخرج منه. أما مصطفى فما لقى ما يقول، ناض كيهز حوايجه وهو كيتفتف باغي غير يهرب من ذاك الجحيم. حميد انفجر في وحدة اللحظة ديال غضب جنوني، هجم على مصطفى، ماشي باش يقتله ولكن باش يخرج ديك الحرقة اللي في صدره. اخرج عليا، الله ياخذ فيك الحق، يا وجه النحس يا غدار. جره من حويجاته ورماه البر الزنقة قدام الجيران اللي بدأوا يفيقوا على صداع، والفضيحة بدت كتعمر الحي الشعبي بحال النار في الهشيم. رجع حميد لسعاد اللي كانت طايحة للأرض كتبكي وكتطلب السماحة. شاف فيها بنظرة كلها احتقار وقرف. انتي سعاد اللي عطيتها حياتي؟ قال ليها ببرودة كتقتل. انتي طالق ب3، خرجي من داري
وكوني أكيدة باللي ربي غياخد حقي منكم في الدنيا قبل الآخرة. سعاد خرجت في ديك الليلة بكسوتها هيمانة في الزناقي والندم كياكل في قلبها. الخبار وصل لعائلة سعاد وباها اللي كان راجل محترم ما قدرش يهز راسه قدام الناس، تبرأ منها ومنع حد يذكر سميتها في الدار. المجتمع ما رحمهاش ولات منبودة، فين ما مشات كتشوف نظرات الاحتقار والأصابع كتشير ليها بالخائنة. سعاد لقات راسها في الزنقة بلا دار بلا عائلة وبلا كرامة. فكرت في مصطفى الوحيد اللي بقات ليه، مشات لعنده كتدق الأبواب، ولكن الصدمة الكبيرة كانت في جاوبها ببرودة. شوفي سعاد، اللي خانت راجلها بسببي تخوني مع غيري، أنا ما عندي ما ندير بيك، سيري قلبي على حياتك بعيد عليا. مصطفى تخلى عليها في وسط الطريق ومشى بحاله وخلاها غارقة في الجحيم اللي صنعته بيديها. اليوم سعاد عايشة في واحد البيت صغير وبارد، كتخدم أي حاجة باش تاكل وعينيها ديما حمرين بالبكاء. الندم القاتل ما كيخليهاش تنعس، كل ليلة كتشوف خيال حميد ونظرته المكسورة. الغلطة اللي سحبتها اللحظة لذة مزيفة خرجت ليها على حياتها كاملة وردتها عبر الكل وحدة كتسمح للشيطان يدخل لدارها. العبرة من القصة يا خواتاتي، الستر راه أمانة والصداقة راه عهد غليظ، الحلال بين والحرام بين، واللي كيطاوع الشيطان في لحظة ضعف كيخلص الثمن غالي من كرامته وحياته. الخيانة عمرها ما كانت حل، والندم وخا يجي كيجيو فاش كيكون القطار فات والرمانة تفرقعت وما كيبقى غير الجمر اللي كيحرق مولاه. حفظوا ديوركم وعزوا رجالكم وكونوا على بال من صاحب الروح اللي كيكون أفعى في ثوب إنسان. هذه هي نهاية طريق الليل أخواتات، ما فيها غير الفضيحة والندم وخراب البيوت. الشيطان شاطر واللحظة الطمع كتخرج على حياة كاملة. تهلاو في بيوتكم ورجالكم وحضيوا راسكم من أشباه الأصدقاء. الله يسترنا ويستركم.